ولهذا بعض العوام لما يريد أن يدفع عن نفسه أنه من أهل الشر ومن أهل الفساد، يعني يرى على معصية، فإذا حذره الناس من تلك المعصية قال العبرة بالقلب، قلبي طيب. وهكذا حالق اللحية لما تجي تنصحه يقول أهم شيء العبرة بالقلب، فيحاول أن يتهرب. هكذا كل صاحب معصية يتهرب ويرميها على القلب، ويرميها على القلب. وهذا من تلاعب الشيطان بأمثال هؤلاء. ونقول له لو كان قلبك طيبا لظهر ذلك على جوارحك، لظهر ذلك على جوارحك. تقول له مصافحة أخت الزوجة ما يجوز، يقول لك أختي. ومصافحة زوجة الأخ ما يجوز، قال أختي. ومصافحة بنت العم ما يجوز، قال أختي. ثم يقول يا مطاوع أنت قلوبكم وسخة ونحن قلوبنا طيبة، قلوبكم وسخة ونحن قلوبنا طيبة. انظر كيف والفساد موجود في القلب، الفساد موجود في القلب. ما سلم ولا صافح إلا في القلب فساد، لأن الجارحة تبع القلب. وهذه الجارحة يد لمست يد محرمة، وما لمست يد المحرمة إلا والقلب فيه فساد. لكن يتهرب أمثال هؤلاء بمثل هذه العبارات، بمثل هذه العبارات، وكأنه هو صاحب القلب الطيب. وهذا يدل على أنه في القلب فساد. شخص تجده يجلس مع النساء ويختلط ويدخل على غير المحارم ويقول لك قلبي طيب، اعلم أن قلبه خبيث، اعلم أن قلبه خبيث، في قلبه فساد. ولكن يحاول يتهرب ويحاول أن يغالط ويحاول ألا تتجه الأنظار إليه. نقول أمثال هؤلاء هل قلوبكم أطهر من قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير البشر الذي يعد لنا بالأب؟ أب أنا لكم، يقول رسول الله أنا لكم بمنزلة الوالد، يعني لزوجاتنا وبناتنا. ومع ذلك صلى الله عليه وسلم تأتي المرأة تبايع على الإسلام، تريد تدخل في الإسلام، كانت على الشرك على الكفر، وتمد يدها للنبي عليه الصلاة والسلام تريد أن يبايعها، لأن الرجال كانوا يمدون أيديهم للنبي عليه السلام فيبايعهم ويلمس أيديهم. لكن عند النساء كان يقول إني لا أصافح النساء، وهي تريد تدخل في الإسلام وهو لها بمنزلة الوالد. ولهذا بين صلى الله عليه وسلم ذلك، إني لا أصافح النساء لأنها محرمة، مصافحة النساء والدخول على النساء غير المحارم. إياكم والدخول على النساء. قال الرجل يا رسول الله رأيت الحمو، قال الحمو الموت. وهكذا الصحابة قلوبهم طاهرة، وزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام الطاهرات، وما جعلهن ربنا زوجات لنبيه إلا لأنهن طاهرات طيبات، الطيبون للطيبات، ورسول الله طيب وزوجاته طيبات.